اليوم تحل الذكرى 54 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، حيث شكل يوم 20 يونيو من سنة 70 900 وألف تاريخا شاطر فيه الشعب المغربي قاطبة الأسرة الملكية الشريفة أفراحها بازدياد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado. Ha recibido una carta que si quiere ser casado. وحصل سموه في ماي سنة 93 900 وألف على الإجازة في القانون العام ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا. وفي يونيو سنة 96 900 وألف نال سموه الشهادة الثانية للدراسات العليا في شعبة العلاقات الدولية بميزة حسن جدا، ليحصل في 18 ماي سنة 2001 على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو بميزة مشرف جدا مع التنويه وتوصية خاصة بالنشر. وبالموازاة مع مساره الأكاديمي المتميز، أولى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد على الدوام اهتماما بالغا بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، إذ ساهم سموه ويساهم في مسلسل بناء المغرب الحديث وإشعاع المملكة في مختلف المجالات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وفي هذا الصدد يترأس سموه منذ أبريل 97 900 وألف الجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص، كما يرأس سموه مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف. وقام سموه بأنشطة رسمية مكثفة في المغرب وخارجه، لا سيما في المجال الدبلوماسي والرياضي والاجتماعي والثقافي، كما ترأس سموه تظاهرات كبرى مختلفة إلى جانب عدد من الاحتفالات الرسمية، علاوة على تمثيل سموه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في عدد من المحافل والأحداث الوطنية والدولية. هو حدث سعيد يؤكد من خلاله الشعب المغربي كل سنة تشبثه الراسخ والمكين بالعرش العلوي المجيد وتعبئته الدائمة وراء جلالة الملك حفظه الله من أجل إنجاح الأوراش الكبرى التي يطلقها جلالته بجميع ربوع المملكة وفي مختلف المجالات. كما تعد هذه الذكرى فرصة للمغاربة للتعبير عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.